السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال الصف الأول الإعدادي. أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تمرينات الدرس الأول والثاني على الوحدة الثامنة من كتاب المعاصر مادة اللغة الإنجليزية، ترم تاني، منهج جديد. عندنا أولاد هنحل مع بعض إن شاء الله صفحة 54 55 56 59 وصفحة 61 و62. قبل ما نبدأ الناس كلها ما تنساش تعمل لايك الفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من زمايلكم. ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت قبل ما نبدأ الناس كلها ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا سريعا نبتدي مع بعض. هنبتدي باول حاجه يا اولاد اسئله اللي تشوز على الكلمات الكي فوكابلري. اول واحده بيقول لنا يا اولاد understanding يعني فهم. اور ايه الخاص بنا makes family يعني بيجعل العيله life easier يعني بيخلي الحياه بتاعت الاسره او العيله طبعا بتكون اسهل يا اولاد او اكثر سهوله. طبعا الكلام ده يا اولاد لو كل واحد فينا فهم دوره في العيله او هو المفروض منه يعمل ايه اللي بقول عليها طبعا يا اولاد بي اور رولز يعني ادوار. رقم 2 سارة and سلمى. سارة وسلمى were born on the same day يعني اتولدوا في نفس اليوم. to the same parents لنفس الوالدان. زي ار يبقى هما الاثنين ايه؟ اتنين اتولدوا من نفس الاب والام واتولدوا في نفس اليوم، يبقى اكيد الاثنين دول يا اولاد بقول عليهم توينز يعني توأم. طيب رقم 3 My dad helped me find a suitable يعني بيقول لي ان والدي ساعدني اجد ايه مناسب to my problem يعني مشكله، يبقى اكيد ساعدني ان انا الاقي يا اولاد اكيد solution يعني حل لمشكلتي. 4 he didn't listen and continued to يعني هو ما استمعش واستمر في ايه on his wrong opinion في رأيه الخطأ، يبقى هو كده يا اولاد اصر او ان هو فضل مستمر على رأيه الخطأ، واصر طبعا بمعنى insist يا اولاد. بعد كده جاب لي الديفينيشنز التعريفات. اول واحده بيقول ان what means بتعني kind and helpful to others شخص بيكون طيب وبيكون مساعد او بيفيد الناس، يبقى كده الشخص ده يا اولاد شخص كيرنج يا اولاد يعني شخص بيهتم بالاخرين. نمبر 6 بيقول لي to not is to repair انك تصلح or make something او انك تجعل شيء work again ان هو يشتغل مره اخرى. عندي مثلا حاجه وانا صلحتها فاشتغلت مره اخرى، يبقى ده تعريف كلمه fix بمعنى يصلح. رقم 7 بيقول لي not are the jobs هي الوظائف or parts او الاجزاء people have اللي بتكون عند الناس in a family في العيله جروب مجموعه or play او بدور بيعملوه. طبعا ده تعريف يا اولاد الرولز اللي هي الادوار اللي كل شخص المفروض ان هو بيقوم بيها، سواء الدور ده بيعمله في عيلته، بيعمله في مجموعه معينه، او بيعمله طبعا دور خاص هو بيقوم بيه بنفسه. طيب نيجي بقى لنمبر 8 بيقول لي هنا if my mom لو امي asks me طلبت مني to do anything ان انا اعمل اي شيء at home في البيت. I do it without يعني انا هعمل الحاجه دي بدون اولاد، طبعا يبقى انا هعملها اكيد اولاد بدون conditions اولاد يعني بدون شروط او بدون ما تشرط عليها، وده المفروض ان احنا كلنا نعمله. نمبر 9 بيقول لي mom takes care of my little brothers امي بتعتني باخواتي الصغيرين. this means ده بيعني شيء ان هي ايه after them باخواتي، يبقى طبعا يا اولاد ان هي looks يعني يعتني، يبقى ده معناه ان هي بتعتني بهم. رقم 10 at home في البيت that fixes things والدي بيصلح الاشياء when they break لما بيتم تحطيمهم او لما بيتكسروا. the word fixes كلمة يصلح is a similar in meaning to نقط يعني هيها معنى كلمة ايه؟ طبعا كلمة fix هي كلمة repair يا اولاد، الاتنين بمعنى يصلح الاشياء. رقم 11 بيقول لي هنا what tasks ما المهام do you usually اللي انت غالبا at home بتعملها في البيت. هنا بيتكلم عن الاشياء اللي انت بتفعلها في البيت، طبعا الفعل يفعل بمعنى do. خلاص. 12 رامي قال he also ان هو also ايضا او the rubbish اللي هي القمامه، ان هو طبعا ايضا يا اولاد عمل ايه في القمامه؟ يبقى اكيد طبعا took اخذ القمامه ورماها في الخارج او رماها طبعا في سله المهملات، يبقى طبعا ان هو also took out the rubbish. بعد كده جاب لي السينونيمز والاناتونيمز. خلاص. اول واحده بيقول لي the word caring كلمه caring بمعنى يعتني او يهتم and helpful وكلمه مفيد او مساعد، الاثنين هما الاثنين اولاد طبعا الاثنين يعتبر نفس المعنى، يبقى الاثنين synonyms يا اولاد يعني الاثنين مرادفات. 14 the suffix اللاحقه ايه form the adverb بتحول الحال from the adjective save من كلمه save. طبعا احنا اتفقنا لو انا عندي اي صفه صفه وعايز احولها لحال بنزود لها ايه؟ طبعا بنزود لها ال واي يا اولاد، يبقى save هتبقى safely. 15 the word solution كلمة حل is the anatomy of the word هي عكس كلمة أولاد. طبعا كلمة حل عكس كلمة إيه؟ طبعا عكس كلمة أولاد سؤال، تمام؟ أو problem يعني مشكلة. خلاص. يبقى كلمة solution عكس طبعا كلمة problem.
16 the suffix اللاحقه ايه form the adjective from care. طبعا بتقول لي بيحول الكلمه لصفه اللي هي كلمه care يا اولاد. طبعا كلمه care عشان نحولها لصفه يا اولاد بتزود لها طبعا كلمه الاي ان جي هتبقى caring يا اولاد، يعني معناها ان هو شخص بيعتني بالاخرين. بعد كده رقم 17 بيقول لنا يا اولاد to نقط means بتعني to look after انك تعتني ب someone بشخص or something او بشيء ما. طبعا ده تعريف يا اولاد كلمه take care انك تعتني بشيء، اعتني بشيء يعني اهتم بيه. 18 to نقط means بتعني to look after children انك تعتني بالاطفال for a short time لفتره قصيره when parents are away لما يكون والداك بعيد. طبعا والداك بعيد يبقى انت هتشتغل baby sit يا اولاد، يعني شخص بيعتني بالاطفال لحد ما والداك يوصلوا. رقم 19 بيقول لي a person شخص treats all people equally يعني شخص بيعامل الناس كلها بشكل متساوي، بيعامل الناس كلها زي بعض، يبقى الشخص ده اكيد شخص اولاد طبعا fair يعني شخص عادل. 20 if you agree with your friend لو انت متفق او موافق مع صديقك you have the same يبقى انت كده معناه ان انتوا عندكم نفس الايه، يبقى كده انتوا الاثنين عندكم يا اولاد نفس الاوبينيون. اوبينيون يا اولاد يعني انتوا عندكم نفس الراي، انتوا الاثنين متساويين في الراي. رقم 21 patients اللي هم المرضى are people هم الناس who are اللي بيكونوا ايه and need medical help وبيحتاجوا رعايه صحيه او عنايه صحيه يا اولاد. يبقى ده اولاد الاشخاص اللي بيكون طبعا عندهم مثلا مشاكل معينه او عندهم طبعا ill يا اولاد يعني عندهم مرض ما، يبقى دول اللي بيحتاجوا عنايه. رقم 22 بيقول لي they not turns يعني الادوار to cook ان هم يطبخوا and wash ويغسلوا the dishes الاطباق، يبقى كانوا بيتبادلوا الادوار يعني كل واحد فيهم بيعمل حاجه، يبقى اقول ان هم they take turns بمعنى يتبادل الادوار. بعد كده رقم 23 بيقول لي the word caring كلمه caring اللي هو الاهتمام is the not of selfish هي ايه من كلمه selfish اناني. طبعا هي عكس كلمه اناني، الاثنين عكس بعض، يبقى هقول ان هم الاثنين بالنسبه لبعض antonym. 24 to change the word discuss عشان تغير كلمة discuss اللي هي بمعنى يناقش into a noun لاسم we add the suffix بنضيف لها اللاحقة يا أولاد. طبعا بنضيف لها اللاحقة يا أولاد I O N عشان تبقى discussion يعني مناقشة. رقم 25 the word fix كلمة fix اللي هي بمعنى يصلح and repair وطبعا يصلح برضه repair الاتنين بنفس المعنى، يبقى هما الاتنين يا أولاد بالنسبة لبعض بيكونوا synonyms يا أولاد يعني مرادفات الاتنين بنفس المعنى. تعالوا بقى نقلب ونكمل. طيب هنا بقى يا اولاد جايب لي الجرامر الخاص بضمائر الملكيه وصفات الملكيه وضمائر الفاعل. تعالوا يا اولاد نشرحهم سريعا كده مع بعض، مش هناخد في الشرح دقيقتين ان شاء الله، وهنبتدي نكمل عشان الناس تبقى فاهمه برضه. لو حد هو المدرس بيشرح له ما فهمهاش احاول ان انا افهمها لكم بشكل اكبر. عندنا حاجه اسمها ضمائر الفاعل يا اولاد، وطبعا ضمائر الفاعل ده يا اولاد هي اللي بتعبر عن الفاعل اللي بيعمل الفعل، يعني بيعمل الحاجه الخاصه بالجمله، زي لما اقول لك ايه انا العب، هو يذهب، هي تاكل، فدول اسمهم ضمائر الفاعل، يعني دول يعتبر هم الفاعل بتاع الجمله. تمام، اللي هم طبعا كلنا عارفينهم، اللي هم اي ويو وهي وشي وات ووي وذي. تمام. في عندنا حاجه بعد كده يا اولاد اسمها صفات ملكيه، طبعا انتوا خدتوا الكلام ده قبل كده لكن بنعيده شرحه مره ثانيه. صفات الملكيه دي يا اولاد هم كام ضمير؟ حوالي طبعا 7 ضمائر، اللي هم كلمه ماي ويور وهيز وهير واتس واور وذير. دول ايه يا اولاد؟ قال لك ان دول صفه ملكيه بتيجي يا اولاد قبل الاسم، بتيجي قبل الايه؟ قبل الاسم، علشان تبين لي ان الشخص ده بيملك الشيء. زي لما اقول لك ايه ماي كار يعني سيارتي، هنا كلمه ماي جت قبل ايه؟ جت قبل الاسم، خلاص، فدي بقت صفه ملكيه، يعني هنا بتدل ان العربيه دي بتاعتي. تمام. زي لما اقول لك ايه هيز بن يعني قلمه. تمام، يبقى هنا دلت على يا اولاد ان القلم ده بيعود ليه، فدي حاجه اسمها صفه ملكيه بتدل على ان الشخص او الاسم اللي جاي بعده ده هو اللي بيملك الشيء اللي انا بتكلم عنه. تمام، يبقى صفه الملكيه بتستخدم قبل الاسم المملوك وبتدل على ملكيه الشيء، يبقى صفه ملكيه لازم يجي بعديها اسم يا اولاد. طيب ضمائر الملكيه اللي هم البروناونز، قال لك هي صفات الملكيه لكن عكسها بقى ازاي؟ قال لك ان صفه الملكيه بتيجي بعديها اسم، اما ضمير الملكيه قال لك ان دي بتيجي في اخر الجمله في الغالب، وطبعا يا اولاد ما بيجيش بعديها حاجه. تمام، وبرضه بتدل على ملكيه الشخص للشيء. تمام، يعني اي في ضمير الفعل بتبقى ماي، في الملكيه بتبقى ماين. يو بتبقى يور وبتبقى هنا يورز. هي بتبقى هاز وبرضه هنا هاز. شي بتبقى هير وهنا بتبقى هيرز. ات واتس وطبعا هنا مفيش اتس الغير العاقل. we our ours they their theirs. تمام، يبقى ايه الفرق بين ضمائر الملكيه وصفات الملكيه؟ صفه الملكيه بيجي بعدها اسم، ضمير الملكيه ما بيجيش بعدها حاجه. سهله سهله. طيب هنا بعد كده اولاد جايب لي بعضا من الملاحظات، زي مثلا قال لك ان في كلمه اسمها هوز اداه استفهام، دي بسال بها عن الاشخاص المالكين للشيء، زي لما اقول لك ايه هوز باج از ات، يعني من الحقيبه دي بتاعت مين؟ تمام، فانت هتقول لي مثلا اتس ماي باج دي حقيبتي
او نفس الجمله لو عايز اخليها ضمير، هنا صفه ملكيه اهو، لو عايز اخليها ضمير ملكيه هتقول ايه؟ هتقول اتس ماين، يعني انها ملكي. تمام. طيب ايه تاني يا مستر؟ عندنا برضه اولاد بعض الجمل او بعض الحاجات اللي بتدل على الملكيه، زي كلمه belong to بمعنى ينتمي الى. زي لما اقول لك ايه؟ this red car، هذه السياره الحمراء belongs to me، يعني بتعود لي او هي بتاعتي، ملكي يعني. طيب كلمه own، انا عارف ان كلمه own بمعنى يملك، واخدها قبل كده، زي لما اقول لك ايه؟ I own this red car، انا بملك السياره الحمراء دي. طيب ايه تاني؟ عندنا كلمة possess، الاتنين دي برضو بمعنى يملك، زيها زي كلمة own، الاتنين بنفس المعنى والاتنين افعال. تمام. زي ما اقول ايه؟ I possess this red car، يعني انا بملك السيارة الحمراء. طيب عندنا برضو كلمة have وهذا، انا عارف ان الاتنين بمعنى يملك او لديه. تمام. زي لما اقول لك ايه؟ I have a red car، انا عندي سيارة حمراء، او ممكن اقول لك ايه؟ she has a red car، هي عندها سيارة حمراء. تمام. وعندنا اخر حاجة يا اولاد اللي هي apostrophe اس، الملكية. زي لما اقول لك this red car، هذه السياره الحمراء is ايمن، يعني هي ملك مين؟ ايمن. طبعا قلنا الابوستروف اس بتدل على الملكيه برضه، فدي كلها تعبيرات بتدل على الملكيه يا اولاد. خلاص. طيب خلينا بقى نحل ونشرح برضه واحنا بنحل عشان لو حد مش فاهم حاجه. نيجي على سؤال الريرايت. اول واحده بيقول لي هنا this pencil belongs to her، يعني بيقول لي ان القلم الرصاص ده بيعود لها او هو ملكها، وجايب لي كلمه هيرز يا اولاد. طب هيرز طبعا يبقى ده صفه ايه يا اولاد؟ ضمير ملكيه. خلاص. طالما ضمير ملكيه يبقى بنجيبها في اخر الجمله، يبقى انا كل اللي انا هكتبه يا اولاد هقوم قايل ايه؟ this pencil، يعني القلم ده ماله يا اولاد؟ is hers، يعني هو ملكها اهي. يبقى this pencil is hers يا اولاد، يعني القلم ده بيكون بتاعها. خلاص. ادي اول جمله. الثانيه the blue jacket is احمد، يعني بيقول لك الجاكيت الازرق ده بتاع احمد، وجايب لي كلمه his. طب كلمه his صفات ملكيه، يبقى انا اقول ان الجاكيت ده بتاع احمد يا اولاد، او از هيز، يعني هو ملك احمد، او هنا سوري ده جه ضمير ملكيه. تمام. يبقى اقول يا اولاد ذا بلو جاكيت، يعني الجاكيت الازرق. ذا بلو الجاكيت ماله يا اولاد؟ از هيز، يعني هو ملك احمد. هنشيل كلمه احمد اللي بتدل على الملكيه واحط مكانها الكلمه دي برضو بتدل على الملكيه، يبقى از هيز. 3 these shoes belong to us، يعني بيقول لك الاحذيه دي بتعود لنا او ملكنا، وجايب لي كلمه our. طب our دي صفه ملكيه، يبقى انا اقول ان ايه؟ ان الاحذيه دي بتاعتنا احنا. خلاص. يبقى these shoes are ours، دول كلهم ملكنا احنا. تمام. يبقى these. تمام. او ممكن اقول يا اولاد، ممكن نحلها بطريقتين يا اولاد، يعني ممكن اقول مثلا ان these. تمام. خلاص are our shoes، يعني دول بيكونوا احذيتنا او هما ملكنا. تمام. وممكن احلها بطريقه تانية، يعني ممكن اقول مثلا كده يا اولاد، واكتبوا الجملتين عشان المستر ما يقولكش انت خطا او انت غششها. تمام. هتقول له يا اولاد، هتقوم قايل ان these نفس الجمله بس نحولها بقى لايه؟ لصفه لضمير ملكيه. هقول ان these shoes، الاحذيه دي مالها يا اولاد؟ these shoes are ours. يبقى احنا حليناها بنفس الطريقتين. اللي بعده this laptop is mine، يعني اللابتوب ده ملكي، وجايب لي كلمة my. my صفة ملكية بيجي بعدها اسم، يبقى انا اقول ايه؟ this is my laptop، يعني اللابتوب ده بتاعي. this is my laptop. رقم 5 I possess these book، انا بملك الكتب دي، وجايب لي كلمة mine، يبقى انا هقول يا اولاد these books are mine، يعني الكتب دي بتكون ملكي. these موضوع سهل وبسيط، هو بس محتاج شوية تركيز. these books are mine، الكتب دي بتكون ملكي. رقم 6 this is my uncle's villa، الفيلا دي بتاعت عمي، وجايب لي كلمة belongs، يعني ينتمي إلى. يبقى أنا أقول يا أولاد this villa belongs to my uncle، يعني الفيلا دي بتاعت عمي. this villa belongs، يعني بتنتمي أو بتعود إلى. this villa belongs to my uncle. 7 he owns a flat in Alexandria، هو بيملك شقة في اسكندرية، وجايب لي كلمة his. طيب كلمة his هستخدمها في ايه؟ وجايبها لي طبعا هنا اولاد بحرف كابيتال، يعني عايز يبتدي بها الجملة. يبقى انا اقول يا اولاد his flat شقته is in Alexandria، هي تقع في الاسكندرية. his flat is in Alexandria، شقته في اسكندرية، ده معنى الكلام. طيب رقم 8 the house over there is theirs، البيت اللي هناك ده بتاعهم، وجايب لي كلمة belongs ملك. يبقى انا اقول يا اولاد that house او البيت ده over there belongs to them، بيعود لهم. يبقى the house
the house over there البيت اللي هناك ده over there belongs طبعا بيعود belongs to them لهم. طيب نيجي بقى لنمبر 9 بيقول لي هنا this book belongs to me الكتاب ده بينتمي لي بتاعي يعني وجايب لي كلمة my يبقى هما ايه يا اولاد this book is my او ممكن نقول الكتاب ده بتاعي تمام this is my book هذا هو كتابي this is my book. طيب اللي بعده I own these two pens انا بملك القلمين دول وجايب لي كلمة mine يبقى انا اقول يا اولاد these pens are mine القلم دي بتاعتي these two pens are mine دول أقلامي. طب اللي بعده this house is theirs البيت ده بتاعهم وجايب لي كلمة their صفة ملكية يبقى أنا هقول يا أولاد this is their house هذا هو منزلهم this is their house هذا هو منزلهم. 12 this is علي's car دي سيارة علي وجايب لي كلمة belongs ينتمي إلى يبقى أنا أقول يا أولاد this car is belongs to علي يعني السيارة دي يا أولاد أو belongs to علي على طول this car belongs to علي يعني بتنتمي لعلي أو بتاعت علي this car belongs to علي. اللي بعده رقم 13 these are my pens دول أقلامي وجايب لي كلمة belong يبقى أنا أقول يا أولاد these pens belongs to me يعني الأقلام دي بتوعي أو بيعودوا لي خلاص these pens تمام belongs to me these pens belong to me. 14 these bags are hers يعني الشنط دي بتوعها وجايب لي كلمة her تمام دي ضمير ملكية ودي صفات ملكية يا أولاد يبقى أنا كل اللي أقوله إيه these are her bags these are her bags. 15 she has a famous shop in Cairo هي عندها محل مشهور في القاهرة وجايب لي كلمة her يبقى أنا يا أولاد هبتدي بيها لأنها عملية جايبة لي بحرف كابيتال يبقى هقول يا أولاد in her famous shop يعني محلها المشهور her famous shop ما الأولاد طبعا is in Cairo يعني يوجد في القاهرة. تمام تعالوا بقى نقلب ونكمل. بعد كده بقى أولاد جايب لي نص الاستماع طبعا على الدرس الأول والتاني من general exercise. أول واحدة بيقول لي هنا The حسن family lives in apartment in Luxor عيلة حسن بتعيش في شقة في لوكسور طبعا إجابة خاطئة فهقول false. تاني واحدة there are 5 people in their family في 5 أشخاص في عيلته طبعا إجابة صحيحة هنقول true. بعد كده تكملة نص الاستماع بيقول لي هنا everyone has كل شخص لديه important ايه مهم in their home في البيت طبعا كل شخص عنده أولاد important rules يعني دور مهم بيقوم بيه في المنزل. 2 mom works as a nurse الأم بتعمل كإيه at a hospital في المشفى يبقى أكيد بتعمل طبعا as a doctor يعني كطبيبة في المستشفى. 3 she takes care of هي بتعتني بمين طبعا بتعتني أولاد بالبيشنز اللي هم المرضى. طيب اللي بعده جايب لي اسئله اللي تشوز. اول واحده بيقول لي تو نقط مينز بتعني تو ريبير انك تصلح اور ميك سمثينج او انك تعمل شيء ورك اجين او تجعل شيء يعمل مره اخرى طبعا لسه قايلينها من شويه يا اولاد ده تعريف كلمه فيكس بمعنى يصلح. 12 the anatomy of take care is عكس كلمه take care يهتم بيه عكسها كلمه ايه طبعا يهتم بيه عكسها يا اولاد كلمه يتجاهل طبعا بمعنى ignore واحد مهتم بحد وواحد مش مهتم بحد. 3 how long will it take to not your task يعني بيقول له انت هتاخد مده قد ايه علشان تؤدي مهامك لسه قايلينها من شويه كلمه task دايما بتاخد الفعل do بمعنى يفعل do your task. Number 4 هالة always helps and supports her friends هالة دايما بتساعد اصحابها this means ده بيعني she is a very ان هي بتكون ايه شخص person بدأت تعرف يا اولاد ان هي شخص caring يا اولاد يعني شخص بيعتني وبيهتم بالاخرين. طيب ندخل بعد كده على سؤال القطعة بيقول لي هنا family rules أدوار العيلة are the job هي الوظائف that each person اللي كل شخص does at home بيعملها في البيت. This rules القواعد دي help the family بتساعد العيلة live happily يعيشوا بسعادة and comfortably وطبعا أولاد بطريقة مريحة. Parents الوالدان work to earn money بيعملوا عشان يكسبوا فلوس and care for their children ويهتموا بأطفالهم.
They also teach children. هم أيضا بيعلموا أطفالهم good values قيم جيدة and rules وقواعد. Children have rules too. يعني بيقول لك الأطفال لديها أدوار أيضا. They should study لازم يذاكروا. Respect their parents يحترموا والداهم. And help at home ويساعدوهم في البيت. For example على سبيل المثال a child الطفل can clean the room ممكن ينظف غرفته. Set the table يجهز الطاولة. And help a younger brother ويساعد أخوه الصغير or sister أو أخته. older brother الأخ الأكبر and sisters وأخواته البنات can support the family ممكن يدعموا العيلة by being responsible عن طريق إنهم يكونوا أشخاص مسؤولين and kind وطيبين. family rules أدور العيلة. teach teamwork بيعلمهم العمل الجماعي. respect الاحترام and love والحب. خلينا بقى نشوف الأسئلة. السؤال الأول بيقول لي the underline word older. كلمة older is the opposite of عكس كلمة إيه؟ older الكبير عكسها طبعا كلمة younger يعني الصغير. رقم 2 children الأطفال should study يجب أن يدرسوا and know their parents وإيه والداهم وطبعا respect أولاد يحترموا أبوهم وأمهم طبعا الأب والأم. نيجي بقى لأسئلة الأنسر. السؤال الأول بيقول لي give a suitable title to the text. ادي عنوان مناسب للقطعة. طبعا القطعة هنا بتتكلم عن الفاميلي رولز أولاد اللي هي قواعد أو دور العائلة. family rules. رقم 4 what do parents do for the family. العيلة أولاد أو الوالدان بيعملوا إيه لعيلتهم يا أولاد؟ طبعا الأب والأم بيعملوا عشان يكسبوا فلوس والأبناء طبعا بيتعلموا القيم. خلونا نعلم في القطع على الإجابة. هقول من أول هنا أولاد. تمام راحت فين أهو. parents work to earn money and care for their children. they also teach children good values and rules. والأطفال طبعا أولاد بيتعلموا طبعا القيم والأخلاق الحميدة. يبقى من أول هنا لحد النقطة دي ده هتكون إجابة السؤال رقم 3. طيب نيجي بعد كده أو السؤال الرابع سوري. دي إجابة السؤال الرابع. نيجي بقى لنمبر 5 بيقول لي هنا what رقم 5 why is it important. ليه من الضروري for everyone لكل شخص to do their role in the family ان هو يكون بدور اولاد في العيله. طبعا هو لو كل واحد عمل كده في عيلته اولاد العيله طبعا هتحس بالاحترام وبالحب المتبادل بينهم وهتخليهم يعيشوا في سعاده. يبقى خلينا نكتب مثلا الاجابه وهقول كده يا اولاد it helps the family يعني ده حاجه بتساعد العيله طبعا live ان هم يعيشوا happily بشكل سعيد. طيب نختصر بقى الإجابة ونكتفي بده. نكمل بعد كده جايب لي في rewrite بيقول لي هنا this dress belongs to her. الفستان ده بينتمي لها وجايب لي كلمة hers يعني بتاعها. يبقى أنا أقول يا أولاد this dress is hers. الفستان ده ملكها. hers هتيجي في آخر الجملة لأنها ضمير ملكية. يبقى this dress is hers. 2 that car belongs to them. السيارة دي بتاعتهم وجايب لي كلمة theirs. نفس الكلام كلمة theirs برضو ضمير ملكية. يبقى اقول ان that car السيارة دي is theirs هي ملكهم. that car is theirs. 3 these are our books. دول الكتب بتاعتنا وجايب لي كلمة belongs. يبقى انا اقول يا اولاد these books طبعا belongs to us بتنتمي لنا او بتعود لنا. these box وهنحول طبعا كلمة our لأس يبقى belongs to us. belong to us. رقم 4 is this pen yours. القلم ده ملكك وجايب لي كلمة your. يبقى أنا عايز نحولها أولاد لصفة ملكية. يبقى هم قايلة أولاد is this your pen يعني هل هذا قلمك. is this وهبدل بقى وهحولها لصفة ملكية. is this اكتب كلمة يور الأول عشان تبقى صفة ملكية وباجي وراها الاسم. يبقى is this your pen. طيب ندخل بقى على الديالوج المحادثة. هنا بيقول لي أولاد نورا and سلمى. نورا وسلمى are talking about بيتكلموا عن الفاميلي ممبر أعضاء العيلة. نورا بتقول هاي سلمى مرحبا يا سلمى. how many members كم عدد الأعضاء are there in your family اللي موجودين في عيلتك. فسلمى قالت لها there are يوجد members in my family في عيلتي يعني كم شخص ما نعرفش. قالت لها 5 يبقى هنا هتكتب ايه يا اولاد؟ هنكتب 5 يعني 5 اشخاص. قالت لها 5 بعد كده قالت لها your grandparents live with you يعني بتقول لها هل جدك بيعيش معكم؟ قالت لها yes they live with us هم بيعيشوا معنا. يبقى ده سؤال ايه يا اولاد؟ لازم بدو لان انا نزلت طبعا كلمه yes في الاجابه. يبقى تقول لها do your parents هل والدك بيعيشوا معاك؟ قالت لها ايوه بيعيشوا معانا. فبتقول لها do you help at home هل انت بتساعدي في البيت؟ قالت لها yes I. طبعا هنزل كلمه do في الاجابه زي ما سالنا بيها. فهتقول لها يا اولاد طبعا yes I do. تمام
وتقوم عامله كوما كده وتقوم قايله ايه I look، تمام، يعني بعتني I look after our pets، بعتني بالحيوانات الأليفة بتاعتنا every day كل يوم. فنورا بعد كده قالت لها is sharing house box important، يعني بتقول لها هل مشاركة العمل المنزلي دي مهمة؟ فقالت لها أيوه because it makes the home، لأنها بتجعل البيت طبعا سعيد، مكان سعيد happy place and teach us responsibility، وبتعلمنا المسؤولية. طبعا هنا ده سؤال يا أولاد، يبقى لازم أسأل طبعا بواي، بلماذا، لأنها جاوبت وقالت إيه because، لأن. نيجي بقى للسؤال الاخير معانا، الباراجراف المهم جدا اللي بيتكلم عن the importance of setting rules at home. الباراجراف ده مهم، بيتكلم عن اهميه اعمال او الادوار اللي بتقوم بها في البيت. كل شخص عنده دور يعمله في البيت يا اولاد. الناس تركز معايا في البدايه يا اولاد. هجيب جمله افتتاحيه هقول فيها ان setting rules يعني اتخاذ القوانين او الادوار في البيت. at home اتخاذ القوانين او الادوار في البيت is very important، بيكون مهم for every family، طبعا لكل عيله. بعد كده يا اولاد هقول when each person، لما كل شخص has a role، كل شخص طبعا في البيت بيكون له دور. life becomes، الحياه بتصبح easier يعني اكثر سهوله and more organized، وبتكون مرتبه. مثلا يعني البيرنتس الوالدان and children والاطفال know بيعرفوا that to do every day، طبعا بيعرفوا يا اولاد ايه الحاجه اللي هم هيعملوها كل يوم. طيب this helps save time، ده حاجه هتساعد على انهم يحافظوا على وقتهم and avoid problems، وان هم يتجنبوا المشاكل ويقعدوا يتخانقوا مع بعض على كل واحد هيعمل ايه. ايضا sharing rules، مشاركه الادوار also بتكون اولاد teaches، ايضا بتعلم التشيلدرن الاطفال responsibility المسؤوليه and teamwork، وبتعلمهم ايضا العمل واهميه العمل الجماعي. everyone كل شخص feels helpful، بيشعر ان هو مفيد and happy، وطبعا بيشعر بالسعاده لما يساعد غيره. بعد كده اولاد هقول when family members، لما اعضاء العائله work together بيعملوا معا the home، البيت becomes clean، البيت بيكون نظيف، calm بيكون هادي and full of، وطبعا اولاد البيت بيكون مليء ب love يعني بالحب and respect، وايضا بالاحترام. وبكده يا اولاد وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، واتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.